قالوا انا زعلان اوي، قالوا ان محدش سمع السلسلة ولا شافها، محدش تابعها، قالوا مفيش دعم. عادي، إيه اللي يزعلك يا فهيم؟ اللي حابب يسمع براحته واللي مش حابب يسمع براحته. وبعدين حط في بالك حاجة مهمة جدا، اهم حاجة تصدق نفسك وتصدق اللي انت بتعمله وتحب اللي انت بتعمله وتجتهد فيه. هتلاقي في يوم من الايام حد ممكن يسمعك وتسيب بصمة فيه. ندخل بقى في موضوعنا. تعرف مين هم البيزنطيين؟ ايوه يا خالو، اعرفهم عز المعرفة. بجد؟ طب تعرف عنهم ايه؟ دول احسن ناس تبيع الحفا وبطاطين في الموسكي. الحفا؟ طب بس تعالى اعرفك عليهم. يعني هنجيب بطاطين؟ بطاطين والحفة ايه بس يا فهيم؟ تعالى ندخل على الالقاب وهتفهم كل حاجة. الامبراطورية الرومانية الشرقية. المؤسس، الاساطير بتقول بيزاس ملك مياجرا بالقرب من اثينا، ويقال قسطنطين الاول جعلها عاصمة للبيزنطيين. الفترة الزمنية، الأسطورة بتقول إنها من 667 قبل الميلاد، ولكن فعليا 330 ميلاديا لحد 1453 ميلاديا. طب شرارة المنشأ منين؟ بيزنطة اللي هي كانت مستعمرة يونانية. التوسع بتاعك، طبعا انت عارف دورك يا فهيم، انزل بالخريطة. أجزاء من آسيا الغربية وأوروبا الشرقية وشمال أفريقيا. تقدر تقول لي بقى يا بتاع الحفا والبطاطين اللغة كانت ايه؟ مستعمرة يونانية وبالقرب من أثينا، يبقى اللغة الرسمية يا خالو كانت اليونانية. الله ينور عليك يا فهيم. طب الدين؟ لا مش عارف يا خالو. الدين ببساطة كان الدين المسيحي الأرثوذكسي. ندخل بقى على أبرز القادة. قسطنطين الأول، جستنان، الحاكمة إيرين، وميخائيل الثامن. امبراطورية زي دي ودولة زي دي أكيد لها علاقات يا فهيم، صح؟ أكيد يا خالو. طيب إيه هي العلاقات؟ كانت علاقة صراع وتوتر مع الفرس، علاقة تحالف مع قبائل الجوك ترك التركية، علاقة توتر مع الفندال شمال إفريقيا بالقرب من قرطاج، وعلاقة تجارية مع الصين. تقدر بقى فهيم تقول لي إيه هي أهم الأحداث؟ قالوا انجز عنده ماتش كورة. طب يا عم متزقش بالراحة. كنيسة آيا صوفيا اللي بقت مسجد دلوقتي، اختراع الأيقونات في العبادة، وهي مش مجرد لوحة، لا بل تعبير حي وتعليم إلهي. انقسام الكنيسة الشرقية والغربية مما أدى إلى بقى وجود أرثوذكس وكاثوليك. تجميع قانون جاستنان اللي هو انتقاء من القوانين الرومانية وتم تقسيمه لأربعة أقسام ساهمت في التشريعات والثقافة البيزنطية. ماشي يا عم. ندخل بقى على الأعداء، وهم الفرس، السلاجقة، السلاف، وهي مجموعة من الإنسانية اللغوية الهندو أوروبية بيتحدثوا اللغات السلفية، والعرب، الصليبيين، العثمانيين، وانتهت على ايديهم. نقاط القوة عشان تلحق تروح ماتشك: التجارة، الدبلوماسية القوية والفعالة، الفن والثقافة اللي هو كان في الطراز البيزنطي في العمارة، والأيقونات في العبادة، والجيش القوي. طب ايه هي بقى نقطة ضعف؟ التناقص الاقتصادي، توترات مع الغرب، صراعات داخلية، الأسرة الملكية، والتدهور العسكري. كل ده يديك بقى ايه يا عم فهيم؟ قالوا دخلوا العلبة نادي. أسباب تفكك يا سيدي: التهديدات بقى الخارجية من الأعداء، والانقسام الديني الكاثوليك والأرثوذكس، وحط معاهم كمان نقاط الضعف يديك انهيار للدولة دي. المصادر في صندوق الوصف. رأيكم يهمني، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب عشان فهيم ما يزعلش. وإذا حابين أتكلم عن دولة من اختياركم شاركوني في التعليقات، ونتقابل في الدولة اللي جاية.